السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. يا رب تكونوا بخير بصحة وعافية. وصفتنا نهار اليوم رايحة تكون سيجار معسل محشي بحشو كذلك معسل وعجينة راح تكون مقرمشة. هذا هو الميزة تاع السيجار تاعنا تاع نهار اليوم، لأنه مخدوم بعجينة الفيلو. وصفة مختلفة تولم جميع مناسباتكم. تعمدت اني نعت لكم لي سيجار فارغين باه ما تشبهوهمش البقلاوة لاصابع البقلاوة التركية. راي وصفة مختلفة دي سيجار. تعمدت قلت لكم نعت لكم فارغين باه تقدروا تحشوهم باي حشو تحبوه. انا درت لكم هنا حشو بزاف هايل معسل وبنين، يوالم هاد يعني يوالم هاد لاباط. وانتوما قلت لكم لا حشو اللي يعجبكم. شوفوا كيف راح يجيكم من داخل معسل ولاباط يجيكم فيتي ومقرمشه. راح نخليكم تسمعوا القرمشه. هذه هي نتيجة وصفتنا نهار اليوم. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو للاخير باه تنجح معكم الوصفة. ونبداو على بركة الله بالمقادير. طريقة التحضير عندي هنا هاد المكونات. عندي اكيد القوالب اللي راح نشكل فيهم لي سيجار تاعي. عندي 250 غرام من السمن يكون دايب، وعندي عجينة الفيلو. استعملت هذه تاع العائلة هايلة يعني والمتني واسمه يعني الحجم تاع الورقه نتاعها ما يكونش كبير بزاف، ما عذبنيش. تنيته على 3 خطرات وشكلته في السيجار هايل يعني جا القياس روعه. درك تكملوا معي الفيديو وتشوفوا الطريقه. بالنسبه للعجينه نعرفوها باللي حساسه بزاف هذه لاباط. ماذا بكم الا كان خرجتوها من الكونجيلاتور خليو، ولا كان حتفضين بها في المجمد لما تخرجوها خليوها تدي كونجيلا تماما، تروح منها خلاص البروده. لانه لو كانت من برا تبان لكم طريه ومن داخل جامده كي تحلوها راح تتكسر. لازم تكون دافيه بدرجه حراره المطبخ. حلوا بالورقه يعني حاولوا تسعفوها. والكميه اللي جبدوا بالورقه والاخرى غطوها، لازم تتغطى لانه لو كان تنشف راح تتكسر. هنا هذا هو الحجم تاع الورقه تاع الفيلو. شوفوا هنا راح ندهنها بالسمن. نحط لها كميه معتبره، ندهن بالبانسون نشبع لها سمن. هذا النوع من يعني هذه النوعيه من العجينه تحب السمن، يعني تحب ليدام سواء سمن ولا زبده، لكن انا نفضل السمن لانه يعطيها مذاق هايل. هي ولا البقلاوه الا خدمتوا يعني البقلاوه التركيه من الافضل تديروا السمن ولا مزيج بين الزبده والسمن. شوفوا هنا كيف تنيت على المره الاولى والمره الثانيه، وكل مره نتني رايحه نزيد ندهن بالسمن. هذا هو الحجم. كل وحده دير القياس، يعني تحاول دير شريط من لاباط يكون قد السيجار نتاعها. فهمتوني؟ يعني انا هنا تنيتو على 3 خطرات. الا سامتوا هاد العجينه راح يجيكم قد السيجار نتاعكم. ما عذبنيش، ديرت المره الاولى نرولي حتى نتحصل على سيجار ما يكونش سميك. يعني المره الاولى الثانيه الثالثه ونقص، ونحاول كل مره نزير على القالب. لانه لو كان ما تزيروش وتخلوها يعني الجيد بين القالب ولاباط راح تنتفخ تغونفلي لاباط في الفرن وما يجيكمش بيان فيني لي سيجار نتاعكم. شوفوا معايا كيف قاعده كل مره راني نضغط. ما تخافوش، ما راحش تلصق معكم في السيجار لانه شابعه ليده، ما راح تنحى بكل سهوله. نحاول نخرج الهواء مليح من بين لاباط والمول ونتحصل على هاد لي سيجار. ركزوا معايا كما قلت لكم، هذه الملاحظه مهمه. خرجوا الهواء مليح، تنيو. درك نعاود لكم ورقه واحده اخرى باه تشوفوا كيفاه نخدم. كل مره نغطي ندهنها مليح. بزاف اللي يقولوا لي يعني زبونات داو من عندي تعجبهم بقلاوه التركيه نتاعي، يقولوا لي تبقى مقرمشه لمده طويله. هذا هو السر. شبعوا لها ليدام، يعني مش جوست دهنوا بركه تقولوا خفيفه تولي مقرمشه. نو، تحب ليدام يعني حطوا لها قد ما تقدروا. هي والقطايف يحبوا ليدام باه يجيكم مقرمشين. تنيت المره الاولى على النصف، من بعد زيدت تنيت المره الثانيه، تحصلت على شريط يكون قد الورقه قد المول نتاعي. الا كان الورقه نتاعكم كبيره حاولوا يعني المره الاولى جربوا حتى تحصلوا على القياس المناسب ويعني الشريط المناسب واعتمدوه باه تخدموا لي مول نتاعكم. شوفوا هنا راني نرولي للنصف ونقص. حاولوا ما ديروهش خشين، ما يجيكمش السيجار نتاعكم خشين. نتني كل مره نضغط بهذه الطريقه
الفرن كون ديجا سخنته مسبقا على درجه حراره 180 درجه. لي سيجار نتاعي نعطيكم ملاحظه تانية مهمه، لصقوهم لبعضهم مليح، زيروهم، يعني ما ديروهمش كيما لي سابلي ولا بعاد على بعضهم، ولا كيما نديروا لي سيجار تاع لاباط سابلي نديروهم بعاد على بعضهم. هنا لازم تزيروهم، علاه؟ لانه لو كان ما تزيروهمش كي تدخلهم للفرن راح لاباط تنتفخ تغونفلي وما يجيكمش ملاح. ايما زيروهم مليح المره الاولى كي تحطوهم، ومن بعد كي يحكموا رواحهم ويبداو ياخذوا اللون الذهبي بعدوهم على بعضهم، شعلوا لهم الفرن من الفوق وخليهم يطيبوا الجوانب باه يطيبوا بيان دوغي من جميع الجوانب. شوفوا هنا المره الاخيره زدت دهنت لهم من الفوق باه يحمروا معايا مليح، يعني كميه مليحه من اللي دام شبعت لهم. صدقوني راحين تحصلوا على نتيجه روعه، ما ياخدوش معكم وقت وفين ونفس يعني. والحاجه المليحه انه يعطيكم كميه لاباس بها، يعني الا كان درتو بنص كيلو تاع ديك الحجم تاع يعطيكم يديروا عرس كامل تاع لي سيجار. شوفوا هنا وسهلين، يعني ما عذبوكمش. اللي خافوا من لي سيجار تكسروا لهم تقدروا ديروا هادو لي سيجار بهاد لاباط. نزيرهم ندهنهم مليح بالسمن وندخلهم في الفرن. هنا نروحوا للحشو. واش درت هنا؟ درت هنا عندي كيلة من الكاوكاو، حوالي يعني 300 غرام من الكاوكاو، حطيت معاه محمص وبخشوره، حطيت معاه رحيتهم مع بعضهم الكاوكاو وحلوة الترك. درت 3 ملاعق كبار من حلوة الترك، رحيتهم مليح حتى نحصل على هذه النتيجة. ماذا بيا الحشو تاعي الكاوكاو تاع الحشو تاعي يكون ناعم، ما يكونش خشين وما يكونش متوسط، يكون ناعم. على هذه تعمدت اني نحيه مع حلوة الترك باه نتحصل عليه شغل يكون كيما امبات، يكون عجينه. هذيك لاباط يعني المكسرات انا استعملت هنا واسمو الكاوكاو. تقدروا ديروا لوز، ديروا جوز، المكسرات اللي تفضلوهم. تقدروا ديروا مزيج من المكسرات، ديروا واسمها جنجانيه محمصه كيما حبيتوا. انا درت مكونين فقط ولميتهم بالمعجون، يعني حوالي علبه صغيره. نحاول نحط لا كونفيتور حتى يتولي يعني الحشو نتاعي يكون جاري، ما يعذبنيش كي نحطو في لابوش ونحشي به لي سيجار. هذا هو القوام نتاعو. تقدروا ديروا طوفيا كراميل، ديروا مزيج بين طوفيا والمعجون كيما حبيتوا. تقدروا ديروا شوكولاته الطلي، الحشوات اللي تفضلوهم. شوفوا هنا نات لكم لي سيجار بعد ما طابوا. قلت لكم كي بداو يحمروا من الفوق فرقتهم من بعضهم، حليتهم من بعضهم وخليت الطياب يقيسهم، يعني النار الحراره تقيسهم من جميع الجوانب. شوفوا هنا طابوا كيف كي من التحت كي من الفوق كي الجوانب. شعلوا لهم الفرن من الفوق ناقص ونقصوا من الفوق للتحت، يعني كل وحده والفرن نتاعها، وخليهم يحمروا. بعد ما تبادوهم من بعضهم نعاود الملاحظه، لو كان ما تلصقهمش لبعضهم رايحين يديفورماو ما ينجحوا لكمش، لصقوهم لبعضهم وطيبوهم. تقولوش نعاود الهضره، راني اكد على ملاحظات مهمه باه ما تخسروش يعني وما يروحش تعبكم يعني خساره. شوفوا هنا النتيجه، حبيت نعتلم لكم هكاك فارغين. شوفوا كيفاه يجيكم التنيات، ما تروليوش بزاف باه يجيكم مرقاق ما يجيكمش خشان. طيبوهم مليح وتحصلوا على هاد النتيجه. يديموا لو معكم بكل سهوله لانه فيهم ليدام، ما تخافوش وانتم تروليو وتزيروا. قلت لكم ما راحينش يتكسروا مباشره. نصيحه ملاحظه اخرى، لازم يبردوا خلاص باش تديموا ليهم. بعد ما نحيهم من المول يكونوا باردين، حطيت الحشو في كيس حلواني وراني نحشي فيهم بهذه الطريقه. تقدروا تحشيهم بشوكولاته الطلي، تقدروا تحشيهم واسمو بتكريمه البندق، يعني باه ما تسيلي لكمش فقط الكريمات اللي يكونوا سايلين من احشيو ديروا منا واسمو هذه خدموها. هذه اللي درت انا بالكاوكاو وحلوه الترك كونفيتور. سدوا السيجار نتاعكم من التحت، حطوا الكريمه في الوسط تاع الشوكولاته الطلي ولا كريمه البندق وعاودوا ولا الكراميل وعاودوا سدوها من الجهه الثانيه. بعد ما حشيتهم كامل كما راكم تشوفوا رايحه نعسلهم بهذه الطريقه. انا ما حبيتش نحط السيجار كامل في العسل ونخرج، خفتي طرالي ولا يتكسر ويشبه العسل بزاف. حبيت ندير له لمسه خفيفه من العسل يتعسل لي على الخفيف كما نقولوا. هذه الطريقه فقط. جبت عسل سخنتها كانت سخونه، ما درت لها حتى اضافات، وعسلتهم بهذه الطريقه فوق مشبك يقطروا مليح وفي نفس الوقت يتعسلوا.
كما راكم تشوفوا. جبت كميه من البيستاش وحطيت لي سيغان نتاعي منه. من التزيين اكيد راح يكون اكيد اختياري على حسب ذوقكم والمناسبه نتاعكم. زينت بورد المجفف، درت لافوي دور بيستاش. تقدروا نتوما ديروا من الجوانب ججلانيه محمصه، مكسرات اللي عندكم متوفرين عندكم. ديروا الحاجه اللي تناسبكم واللي تحبوها كما راكم تشوفوا. هذه هي نتيجة وصفنا لنا اليوم. سيجار معسل راقي لجميع مناسباتكم، تحطوه مع التاي يرافق يعني القهوة كما حبيتو، مبدل مختلف مقرمش. وصفات تستحق التجربة، نتمنى انكم تجربوها وتشاركوني كالعادة تطبيقاتكم الجميلة. حنقسم لكم حبة من الوسط، شوفوا كيف راح تجيكم لاباط فويتي. شوفوا الطياب كيفاه، لانكم شبعت لها اليدان الطياب راح يجيكم كيما الداخل كيما البرا بيان دوغي. شوفوا الحشو معسل، جروه العسل باه ما ينشفش معكم. كثروا لا كونفيتور ما تبخلوش، تخليكم تسمعوا القرمشه. بهذه القرمشه راح نختم الفيديو تاع نهار اليوم. نلتقي ان شاء الله في وصفات اخرى، فيديوهات اخرى. الى الملتقى، سلام.